اللي هانس فليك بيعمله مع فريق برشلونة مش طبيعي. مش بس بيكسبوا، دول بيكسبوا بالشياكة وبيسيطروا وبيذلوا أكبر فرق أوروبا وبيخلوها تبان أسهل من السهولة. بيضغطوا من فوق، ولما بيطلعوا يهاجموا بيبقوا رايحين لهدف واحد بس، وهو تدمير الخصم. فإيه اللي مخلي برشلونة أخطر فريق في أوروبا دلوقتي؟ برشلونة فشخت ريال مدريد قبل كده بمجموعة 9-2 الموسم ده. حتى فريق هانس فليك القديم ما سلمش وكسبوا بايرن ميونخ 4-1 في الشامبيونز ليج، والنتيجة دي عملت دوشة في أوروبا كلها. نقدر نقول إن فليك شغال طبخ مع برشلونة طول الموسم، والماتش بتاع ريال مدريد كان حديث الناس. كسبوا ريال مدريد 4-0 في البرنابيو، والمفاجآت كانت إنهم كانوا ممكن يكسبوا أكتر، بس ليفاندوسكي ضيع فرصتين سهلين جدا. بعد كده اتقابلوا تاني في نهائي السوبر على ارض السعوديه، وفي اول شوط برشلونه فرم ريال مدريد نهائي، وكانت برشلونه متقدمه ب5 اهداف في الشوط الاول ضد ريال مدريد، ولو ما كانش تشيزني اتطرد في اول الشوط الثاني كانوا كملوا الضرب. بس بالرغم من الجنان النتيجه دي كانت رساله كبيره للموسم ده. برشلونه بتاعت فليك كانت واجهت اختبار صعب قبلها بايام وكسبته باحتراف. بايرن ميونخ كان المعيار، وبرشلونه ما كسبتش العملاق الالماني من 2015 واتغلبت 8-2 في 2020، ومن ساعتها بقى شبه طبيعي ان بايرن يغلب برشلونه في اوروبا وفي الشامبيونز ليج. خلينا متفقين ان هانس فليك غير الفريق، والنتيجه اتغيرت برضه. هاتريك من رافينيا خلى برشلونه تكسب 4-1 على بايرن، وبالنتيجه دي برشلونه فليك اثبت انها مش بتلعب لا في دوري ولا في اوروبا، والاتجاه ده مكمل مع تقدم الموسم. والموسم ده برشلونة جابت 5 أهداف أو أكتر في 5 ماتشات، وبقت بتسجل أهداف كأنها بتهزر وبتلعب. واللي يخلي ده أكتر انبهار هو جودة الفرق اللي ضدهم، وفعلا جابوا 5 في ريال مدريد وريال بيتيس وإشبيليا، وكلها فرق ليها وزن أوروبي. الفريق ده بقى بيتعرف بالأهداف اللي بيجيبها. في المتوسط بيجيبوا 3 أهداف 4 أهداف في الماتش، والمرعب إنهم جابوا 4 في فرق زي بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد مرتين وريال مدريد تاني. وعلى الطريق ده بيكسروا ارقام قياسيه كمان، 100 هدف في 32 ماتش بس مع هانس فليك، وفرق هدف واحد عن الرقم القياسي لاسرع فريق يوصل لل100 هدف في موسم. المعدل اللي برشلونه فليك بيسجل بيه مرعب، وفي موسم 2014 2015 كان الام اس ان هم اللي محتلين الاهداف. اما برشلونه 2025 2024 فيها 19 لاعب مختلف سجل اهداف. طبعا ممكن تتكلم عن الثلاثي الامامي ليفاندوسكي ورافينيا ولامين يامال، بس كمان في ناس زي فيران توريس وفيرمين لوبيز ساهموا باهداف من على الدكه. والسؤال بقى ازاي برشلونه بقت كده الموسم ده؟ والاجابه بكل اختصار هي التكتيك بتاعت هانس فليك الجبار. But this is the mentality of the team, and we score a lot of goals till now, and this is the way they want to play. Always score, focus on the next goal. اللي فليك بيعمله مع برشلونة مدهش فعلا. تكتيكه كله مبني على الحاجة واحدة بس، يحول الفريق لوحده انه يجيب اهداف. بيضغطوا من فوق ومع مدافعين زي باو كوبارسي وانيجو مارتينيز اللي بقوا خبراء في مصيدة التسلل. برشلونة بتبدأ تدافع من نص الملعب الخصم وتبني الهجم من هناك، والاتنين باكات ليهم ادوار مختلفه شويه. اليخاندرو بالدي بيطلع قدام بسبب المساحات اللي بيسيبها رافينيا لما بيدخل في العمق، وكوندي بيحتفظ بمكان اعمق شويه لكنه برضه بيطلع للهجوم. لكن تيجي تسال عن السحر الحقيقي، السحر الحقيقي بيحصل في نص الملعب. المنطقه دي مهمه جدا لفليك لانها بتحكم كل حاجه. الثلاثه في نص الملعب غالبا بيبقوا بيدري ومارك كاسادو وداني اولمو وليفاندوسكي في الهجوم، والفكره هي ان يكون في عدد كبير في نص الملعب عشان يعملوا زياده عدديه. الزياده دي بتخليهم يفتحوا اللعبه الاطراف بسهوله حتى لما الفريق التاني بيحاول يضغط على نص الملعب. وهانس فليك بيخلي رافينيا او حتى ليفاندوسكي يرجعوا يخلقوا خيارات اكتر في النص. النقطه ان برشلونه مش ممكن تتساب يتغلبوا عدديا في المنطقه دي، لان ساعتها النظام كله بيقع. والنظام اللي شغال بقاله فتره واللي بيحصل الموسم ده هو قصه رجوع قوي لهانس فليك وكذا لاعب معاه. This is the first time a German head coach has been fired. The first manager to be sacked in the history. That's crazy. Of the Federation. That tells you, the state of things and how dire they saw the situation to be, because this is unprecedented.
فليك كان أول مدرب ألماني يتشال من منصبه، أول مدرب يتشال في تاريخ الاتحاد الألماني، وده يوريك حجم الأزمة وقتها. قد إيه كانوا شايفين الوضع مأساوي، لأن دي كانت حاجة غير مسبوقة. من كتر اللي حصل سهل تنسى إن من كام سنة بس فليك كان بيكتب تاريخ بس في الناحية الغلط. بقى أول مدرب ألماني بتاريخ المنتخب يتشال، وده بعد فترة جنونية مع بايرن ميونخ. وبعد ما راح برشلونة الناس كانت بتسأل هل هيعرف يطبق أفكاره هناك؟ بدأوا الموسم بفوزين ورا بعض 2-1 و3 ماتشات فازوا فيهم بهدف بس، وكان واضح إن الفريق لسه بيتأقلم على أفكار فليك. بس اللي احنا ما كناش نعرفه هو هل هيتأقلموا كويس كده من بعد ماتش البايرن. الفريق مش بيتوقف ومفيش رجوع لورا. فليك وفريقه لحد دلوقتي ما خسروش ولا ماتش في 2025 الا ماتش بروسيا دورتموند اللي فات، ولسه اللي جاي احسن، لان بنفس الطريقه اللي هو ماشي بيها في الطريق التعافي والرجوع هو كمان حط شويه لعيبه من برشلونه على نفس السكه. الدنيا كانت متلخبطه قوي مع رافينيا لدرجه انه بعد نهايه موسم 2023 الناس بدات تتكلم عن ان نيكو ويليامز ممكن يجي برشلونه، وتيشيرته بقى معروض وكانه خلاص ماشي. وده حصل في 8 شهور بس. من ساعتها لحد دلوقتي رافينيا بقى مش بس واحد من اهم لعيبه برشلونه، ده بقى كمان مرشح الاول لاكبر جايزه في الكوره. I'm saying if a guy has virtually the same amount of goals than you guys score without penalties, that is outstanding. Because what Rafinha is doing on top of defending pressure, because when people talk about being complete, as a striker you need to know how to put pressure also. It's a lot of things that you need to do, and Rafinha has it all. فليك بيديله فرص اكتر في مواجهات فرديه ضد الباك، ولما بيلعبوا كجناح على الشمال رافينيا مش مضطر دايما يدخل للعمق ويبقى متوقع في تسديده، زي الجون اللي جابه في بايرن، وبيبين ان عنده طريق مباشر للجون. Like Rafinha, I never had a player like this because he's unbelievable. The dynamic against the ball, but also with the ball. His speed is really fantastic. الموسم ده عنده 27 جون و20 اسيست في 23 ماتش، وده اكتر من الضعف اللي عمله الموسم اللي فات. احسن ارقام في مسيرته لحد دلوقتي، ولسه مش بيبطأ. ونفس الكلام مع البولندي البومبر روبرت ليفاندوسكي. في وقت من الاوقات الناس كانت بتقول ان روبرت ليفاندوسكي كبر في السن، بس تحت قيادة هانس فليك رجع تاني لمستواه القاتل في التهديف، وهو دلوقتي هداف الدوري الاسباني. جاب 25 هدف في عدد مباريات 30، والتمريرات الحاسمة 2، والدقائق الملعوبة 2376 دقيقة، وده بيحطه في اعلى 1% في الدوري. الموسم ده ليفاندوسكي عنده 36 سنة، ولما تستوعب ده وتفكر انه الموسم اللي فات كان بيضيع فرص زي دي هتعرف انه بقى لاعب احسن بكتير. اما بالنسبة للناس اللي ما كانوش محتاجين يتغيروا، فليك برضه طورهم، وبيدري بيعتبر افضل لاعب وسط في العالم دلوقتي، وده بفضل هانس فليك طبعا. اللاعب اللي عمرنا ما شكينا في موهبته، بس الفرق الكبير دلوقتي ان لياقته البدنيه بقت 100%. He's 100% fit and it's very good to see what he's doing with the ball, but also without against the ball. It's really unbelievable. For me, on this position, he's the best in the world. شوف برشلونة مع فليك بقى بيستخدم بيانات علمية متقدمة وبتقرا الجينات بتاعت اللعيبة زي بيدري عشان يطور لهم برامج اللياقة وتعافي مخصصة، والنتيجة بيدري بيلعب أحسن موسم ليه مع برشلونة من ساعة ما ظهر. أو لاعب زي لامين يامال أكتر موهبة شابة مثيرة في أوروبا دلوقتي، وتحت نظام فليك بقى أحسن. لامين يامال دلوقتي بقى بيجمع بين الأهداف والأسيستات مع مهارات هجومية بتخليه مختلف. عنده 32 مساهمة في 41 ماتش، وكمان عمل 104 مراوغة ناجحة أكتر من أي حد تاني في الفريق. والرقم ده بيبقى مجنون لما تعرف إنه أقرب واحد هو دودي لوكاباكيو ب43 مراوغة. يعني يامال وحش وبيعمل حاجات الأرقام مش قادرة توصفها، زي الجري بتاعه ضد ألافيس، أو الجون اللي جابه في بنفيكا وهو عنده 17 سنة، وكمان جاب جونين ضد ريال مدريد الموسم ده، واحد منهم في النهائي، وفي ماتش واحد عمل 11 مراوغة من 21 محاولة، وكسر رقم حتى ميسي ما وصلش ليه في الدوري الإسباني. أنا أقصد ليونيل ميسي بتاعنا. وبص على لعيبة زي جول كوندي اللي بقى أقوى ظهير أيمن في اللعبة دلوقتي، وألكساندرو بالدي وباو كوبارسي وفرانكي دي يونج، لعيبة كانوا كويسين أصلا بس دلوقتي بقى أحسن بكتير مع المدمر هانسي فليك. When we have 3 competition, we can fight for 3 titles. I think no one expect like that, and but the team is doing great, and this is what I can say.
كمان خلاهم يفكروا بعقلية الفوز، ودلوقتي احنا بنلعب على 3 بطولات. اظن محدش كان متوقع ده، بس الفريق ماشي بطريقة عظيمة، وده اللي اقدر اقوله والرسالة واضحة. برشلونة بيحارب على كل البطولات الموسم ده عشان هم في صدارة الدوري وفي نهائي كوبا ديل ري بعد ما طلعوا اتلتيكو مدريد في نص النهائي، وفي الشامبيونز ليج في نص النهائي برضه، والطريق واضح. اكسب انتر ميلان توصل للنهائي، بتبقى على خطوة من فوز بذو الأذنين. الموضوع ممكن يبان مستحيل، بس كل أسبوع بيعدي فيه سبب جديد يخليك تصدق إن برشلونة ممكن تكسب الثلاثية. ومش بس هم، باقي الفريق اللي حوالين أوروبا ليهم دور كمان. وفي بداية السنة ليفربول كان أخطر فريق في الفورمة في أوروبا، بس في 5 أيام بس خرجوا من الشامبيونز ليج وخسروا نهائي الكاراباو قدام نيوكاسل. والريال مدريد مقضيها ريمونتادات طول الموسم، وبايرن ميونخ اللي رجعوا تاني تحت قيادة فينست كومباني. بس في حاجة مشتركة بين الفرقتين دول، وهو انهم اتفشخوا من برشلونة الموسم ده. وباريس سان جيرمان ممكن يبقى الاستثناء الوحيد، بس الفكرة ان برشلونة حافظ على الفورمة دي لفترات طويلة طول الموسم. حصلت كام سقطة زي الخسارة من رايو فايكانو او لاس بالماس في الكامب نو، او الخسارة من موناكو في الشامبيونز ليج، بس دول كانوا استثناءات. مفيش فريق حافظ على مستواه طول الموسم زي برشلونة دلوقتي. وكمان التاريخ بقى في صفهم. لو بصيت على فرق برشلونة اللي كسبت التريبل في 2009 و2015 هتلاقي ان المدرب في اول السنة وبيطبق اسلوب جديد بيخلي اوروبا كلها تتكلم. عندك زي بيب جوارديولا باسلوب التيكي تاكا، ولويس انريكي بالام اس ان، ودلوقتي هانس فليك بفريق بيغرق اي خصم بالاهداف. وبرشلونة مع فليك بقت ماكينة شغالة بكفاءة، بيسجلوا اهداف كتير وبيفوزوا على الفرق الكبيرة. واللي استمروا على كده لحد نهاية الموسم فريق هانس فليك ممكن يحتفل بثلاثية تاريخية تخليهم من اعظم فرق برشلونة في التاريخ.